السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. فيديو النهاردة فيديو مشتريات شهر 12، وهو آخر شهر في السنة. بإذن الله السنة الجاية تيجي علينا يا رب بخير، وتكون كلها بركة بإذن الله، ويا رب كل اللي نفسه في حاجة يعني بإذن الله يحققها. هنعرض النهاردة مشتريات خزين البيت الأساسية. بالنسبة للأسعار حسيت في استقرار شوية بالأسعار، وفي حاجات كنت جايباها الشهر اللي فات غليت، بس ما غليتش جامد، يعني تقريبا 5 جنيه أو 10 جنيه. بس بإذن الله كده نعرض النهاردة المشتريات، وأي حد يعني الهدف من الفيديو إن احنا نستفيد بأي حاجة، حتى لو معلومة بسيطة قبل ما تنزلي تجيبها خزين شهر 12 بإذن الله ايه، تستفيدي بأي حاجة بأسعار، في حاجة كنت ناسياها فتشوفيها في الفيديو مثلا تجيبيها. وكمان هقول لكم فكرة لخزين رمضان كده. بس أول حاجة كده نفطر مع بعضينا كده حاجة تشجيعية كده. كنت عاملة كوباية شاي وعاملة، وكنت حاطة جنبها حتة كيك عشان خاطر قبل ما انزل. بس اهم حاجه ما ننساش نحط اللايك ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس، ونكتب كومنت كده من كومنتاتكم يعني الجميله الحلوه. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطري. اول حاجه جبت وفير ده. كان 4 لتر. هو تقريبا كنا كل شهر بنجيبه 3، انا خدت بالي ان الشهر ده 4 لتر. وال4 لتر جبته ب84 جنيه. بصراحة بحبه جدا عن فيبا، ما بحبش فيبا خالص. يعني أنا بحب وفير جدا بستخدمه في كل حاجة. جبت ازازة كلور كده كلوريل، كانت ب15 جنيه. يعني كفاية انها يعني مش مقاطعة ولا اي حاجة، وبتنفعني في التطهير والحاجات دي. جبت بقى معطر ملابس الشهر ده حلو قوي، ريحته حلوة وجميلة قوي. يا جماعة لو شفتوه في السوبر ماركت ما تترددوش، لازم تجيبوه. ريحته يعني انا فتحت العلبة بتاعته، تجنن، يعني ريحته تجنن، وكمان تقيل، يعني انا ممكن اخففه كمان بإزازة تانية، يعني ممكن أقسمها عشان خاطر أوفر. بما إن هو مركز فأنا هخففها بإزازة تانية، يبقى كده معايا 2 لتر يا جماعة. كان سعره 37 جنيه. بس بجد لو شفتوا الماركة دي ما تترددوش، لازم تجيبوه. بجد أحلى من أي معطر ملابس جبته، أحسن من فريدة ده. فريدة تقيل قوي فبيتكتل في الغسالة، فبحسه كده إن هو مش كويس صراحة. جبت بريكس ده، كان ب34 جنيه. ده المسح وال... وتنظيف، وكمان بينظف البوتاجاز، وممكن تنظفيه بالرخامات، كل حاجة. استخداماته كتيرة قوي، وريحته طبعا جميلة. الريحة دي بختارها كل شهر، ريحة جميلة قوي، ريحة الياسمين. يعني الحاجات دي بتكفيني شهر كامل يا جماعة. جبت المنظف الهاند ووش ده، او منظف الايدي ده. ده بحطه على المطبخ بتاع يعني حوض المطبخ. كنت جايباه حوالي ب20 جنيه. ريحته حلوة قوي برضو، لان انا ما بحط صابونة على الحوض بتاع المطبخ وكده بحسها بتبوش معايا. اما ده بيقعد معايا شهر كامل. بصراحة حلو قوي. كان سعره 20 جنيه. دي ماركة جديدة، يعني انا اول مرة اشوفها بصراحة، بس استخدمتها قبل ما اقول لكم عليها. حلو قوي، بينعم الايد وريحته حلوة قوي. جبت عرض المناديل ده، مناديل السحب ده. صراحة عجبني ان هو بريحة البطيخ. يعني انا لما شفتها، يعني ماركة جديدة انا ما شفتهاش قبل كده. بس هما كانوا 3، بس أنا استخدمت واحدة فتحتها. ما أنا لازم أي ماركة جديدة قبل ما أقول لكم عليها لازم أجربها طبعا. بس فبعد كده فتحت واحدة ريحتها حلوة قوي. كان العرض ال3 دول سعرهم 75 جنيه. بس حتى ما أعرفش اسمها بصراحة، يعني أول مرة أشوفها. بس عجبني إن هي بريحة البطيخ وكده، فقلت ريحتها هتبقى حلوة قوي. دي كل مشتريات الشهر بتاعة المنظفات، يعني أنا مش هحتاج تاني إلا يقولي طفين المسحوق بتاع الغسالة. كنت جايبة الشهر اللي فات أوكسي 4 كيلو، فلسه يعني تقريبا نصه بالظبط عندي، فأنا طبعا مش هشتري. لما يخلص بقى قرب الشهر يبقى اشتري. جبت كرتونة البيض دي. إيه، كان سعرها ب165. يعني الشهر اللي فات كنت جايباها ب150، الشهر ده زادت 15 جنيه. ليه؟ أنا مش فاهمة بصراحة.
يعني تقريبا البيضة ب6 جنيه ونص تقريبا. قولوا لي بقى عندكم في المناطق بتاعتكم سعر البيض وصل كام دلوقتي الكرتونة؟ كنت بحسب بقى دلوقتي ان البيضة ب6 جنيه ونص، هل ده فيها وفر ولا لا الكرتونة؟ واكتشفت كمان ان في واحدة مكسورة، فيعني رغم ان حطها في كرتونة مرضتش احطها في كيس ولا حاجة، وبرضه اتكسرت مني واحدة. بس هتكفيني بإذن الله الشهر كله، منها الكيكات كمان ومنها الفطار وكل حاجة. جبت الجبنة الروم الجبنة الرومي دي، جبتها ب60 جنيه الربع. يعني انا هستخدمها لسندوتشات المدرسة بس، مش للفطار ولا العشاء وكده، لا انا هستخدمها لسندوتشات المدرسة. حاجة سريعة بصراحة في البرد اللي احنا فيه ده. ما بقدرش اقوم اعمل حاجات، اقلي واعمل حاجات الصبح، فبتبقى سهلة سندوتشات المدرسة. الجبنة التلاجة دي اسمها باهي يا جماعة، تحفة، طعمها حلو قوي ومزبدة قوي. كانت ب50 جنيه. وجبت الجبنة كانت مغلفة، يعني أنا ما اشتريتهاش ولا حاجة، كانت مغلفة ب37 جنيه. الجبنة تقريبا جبنة شيدر تقريبا. فدي حاجات يعني سندوتشات المدرسة والفطار والعشاء والكلام ده. بس الجبنة باهي دي أحلى من 100 مرة من جبنة مزارع دينا. يعني جبنة مزارع دينا دي جبتها مالحة قوي، يعني أنا مستغربة إن في ناس بتشكر فيها في الفيديوهات. يعني أنا جربتها كذا مرة بكل أنواعها، مالحة قوي يعني، لا صعبة خالص. مش عارفة كنتوا تتفقوا في رأيي اللي أنا بقوله ده ولا هتختلفوا معاه. بس فشلت الجبن ده على طول في التلاجة عشان خاطر بس ما تبص، ما تتبهدلش بره التلاجة. كنت بحط الحاجات دلوقتي في التلاجة. بس في الأول كنت أعمل مثلا أحمر برجر الصبح، أعمل بطاطس، أعمل مش عارفة ايه. بصراحة في كسل رهيب في الأيام دي. فبحشي على طول الحاجات الخفيفة دي، لانشون، جبنة رومي، جبنة بيضة. بصراحة يعني بحس ان الموضوع صعب الصبح، بيبقى برد قوي. بس جبت كريستال دي الكبيرة دي، بتقعد معايا شهر كامل. دي كانت زيت دوار الشمس، كانت ب125. بحبها بصراحة عن الأزايز المفردة يعني. وبما اننا ما عندناش تموين ولا كده، مش عاملة بطاقة تموين، فبتكفيني بصراحة الشهر كله. اما طبعا لو انت عندك بطاقة تموين، مش هتحتاجي كمية الزيت دي كلها، فهتوفري اكتر. جبت رز الزعيم، الماركة دي بحبها جدا. يعني الماركة دي بحبها جدا، وبتطلع الرز حلو قوي ومفلفل كده. كان الكيلو الرز ب32 جنيه. جبت 3 كيلو. كده كده انا بعمل كوبايتين بس رز، يعني ما باخدش اكتر من كده. فهيكفوا معايا مع لسان العصفور، مع المكرونة، مع غير في اكلات كتيرة بعملها يعني جنبها عيش بس، مش لازم رز ومكرونة وكده. بس مش هحتاج بإذن الله اكتر من 3 كيلو. جبت كيلو دقيق متعدد الاستخدامات لمتنا. كان سعره 35، لان انا عندي لقيت في التلاجة 2 كيلو من الشهر اللي فات، فانا مرضتش اشتري تاني. الدقيق ده حلو جدا يعني. ممكن هتستغلي تقولي لا ده فلت ب20 و25، بس الدقيق ده ب35. بس بصراحة بحبه أوي، بيظبط معايا المعجنات جدا. جبت 2 كيلو سكر. كان كيلو السكر ب33 جنيه. ده كان عرض في السوبر ماركت. وجبت علبة لبن جهينة دي، كان سعرها 45 جنيه. غير ان انا هشتري لبن سايب كمان، يعني انا اشتريت بس دي للمشروبات وكده، حاجة سريعة. بس انا هشتري لبن سايب حوالي 3 كيلو كده. فقلت كفاية واحدة بس للمشروبات السريعة، القهوة، للشاي بلبن كده بس. بس كنت هقول لكم ان انا خدت كيلو سكر ده، يعني هحطه في خزين
في الكيس اللي انا حاطاه لشهر رمضان. يعني انا قلت لكم الشهر اللي فات ان انا كنت حاطه شويه توابل وفاصوليا وكيلو ونص كيلو عدس. ضفت كمان كيلو سكر وهحط كيس مكرونه. جبت زبده كريستال دي، كان سعرها ب125. دي يعني حجمها كيلو. بقطعها وبحطها في كده مكعبات في علبه، وبشتغل بيها في المعجنات، في الحلويات، في كل حاجه. بعمل بيها البيض حلو قوي. بجد الماركة دي حلوة قوي. غير انها مصر يا جماعة، يعني انا بدور على الحاجة اللي مش مقاطعة، دي اهم حاجة عندي. جبت 2 كيلو مكرونة الملكة. كان سعرها 34. بس استغربت، يعني شفت شوية فيديوهات كده منزلينهم ان كيلو المكرونة ب25. مش عارفة، انا لقيتها في السوبر ماركت ب34. مش عارفة عندكم كده برضو، ولا انا حاسة ان جبتها غالية، مش عارفة. بس فلما لقيتها غالية كده 34، جبت 2 كيلو بس. انا كنت هعمل مكرونه بشاميل وهعمل طواجن كده، ما كترتش في المكرونه خالص. جبت صلصه هارفست. كانت سعرها 75 جنيه. حجمها حلو وبتكفي معايا الشهر كله بصراحه. وكمان ما بتفسدش بسرعه في التلاجة، يعني انا لو قعدتها شهر معايا مش بتفسد خالص، يعني زي الماركات التانية. كمان لونها بيعجبني قوي. يعني بكميه قليله بتظبط معايا الطبخه جدا. يعني لو طماطم مش حمراء او انا مش حاطه طماطم كتير، فصراحة لونها بيظبط معايا الطبخة بجد تحفة. بس كده. وكمان جبت بقسماط الضحى. ده حجمه نص كيلو. كان سعره 13 جنيه. ده للبانيه بقى، وترشي على وش البشاميل كده، او ال تعملي بيه مثلا بوفتيك ولا حاجة. بصراحة بحس كده ان انا ايه، لما احب اعمل مثلا وصفة فيها مقليات، بحس ان هو متوفر عندي. جبت الاكياس الرول دي. كان سعرها 14 جنيه. عشان دايما بفرز الحاجات واحطها في التلاجة على طول. وهوريكم في اخر الفيديو ان انا اصلا وانا يعني وانا بعمل الفيديو كنت مشغله على كنت بعمل فول عشان خاطر اخزنه للشهر. فانا يعني كنت لازم اجيب اكياس معايا. بس بقى جبت شوية مشروبات كده. يعني المشروب ده لقيته في السوبر ماركت جديد، يعني اول مرة اشوف ان مشروب رمان. يعني انا يعني انت لو شفتوه كمان قولولي. انا اول مره اشوف مشروب الرمان، يعني هجربه واقول لكم. فقريت اللي عليه بيقول قوي المناعه، ويعني بيظبط النفسيه والكلام ده، فجبته. وجبت نعناع كمان، كل واحد فيهم سعره 13 جنيه. جبت اللي هو برضه الفيجيتار ده. انا الفيجيتار ما كنتش يا جماعه بجيبه خالص، خفت ان يكون مقاطعه. اكتشفت بقى في الاخر ان هو طلع مصري يعني. انا بوريكم هو صنع في مصر. انا كنت فاكره انها مقاطعه، وكنت يعني ما بجيبهوش خالص يعني. وبجيب الفلت من العطار. فلما اكتشفت بقى ان هو مش مقاطعه، جبت الكميه يعني الكميه تقريبا كميه كبيره دي. كذا واحد في بعض. كان الفيجيتار سعره آه، اقول لكم لحظه. كان الفيجيتار سعره 30 جنيه. جبت بقى شويه توابل مختلفه بتاعت شيفي دي. بجيبها كل شهر. وويلز برضو حلو قوي. بجد بتودي الطبخة في حتة تانية. كان في ب8 جنيه، وفي ب9 جنيه، وفي ب11. يعني مختلفين، يعني الحواوشي مختلفة عن الكفتة، مختلفة عن ال7 بهارات. مختلفين خالص. وجبت واحدة بس الضحى. ان الماركة دي انا مجبتهاش قبل كده. دايما بجيب شيفي وويلز، فانا قلت هجيب واحدة بس اشوف ايه الاخبار. لو ظبطت معايا طلعت ريحتها اقوى وطعمها اقوى من ويلز وشيفي، خلاص هستعملها. برضو ب11 جنيه. دي تقريبا كل اللي كنت محتاجاه يعني قبل ما انزل. قعدت ابص كده في خزين البيت وقعدت اشوف. ده تقريبا كل اللي محتاجاه في طلبات البيت. اعملي الفول وهيطلع معاكي بالشكل والطعم ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.